الحادثة التي تشتهر بحادثة الهرة التي اعتلت كتفه وقبلته وهو يقرأ القرآن الكريم. تعرف أنا مش فسرتها، أنا أعطيها تفسير أنا مصيب فيها المخطئ الله أعلم. الواجهة الحقيقية، الواجهة تاع هذا الشعب تاع الأمة هي القرآن. كيف؟ الآن المشاهدة لهذه اللقطة أزيد من مليار مشاهدة. وش كان يدير صاحبنا؟ هذا كان يسمع، كان يغني، كان يرقص. وش كان يدير؟ كان يبدو من صورة الأنعام الواجهة تاع العالم وكل بإسره. الإعلام العالمي الخاص العام الدنيا كلها صورت والتقطت ذلك المشهد. وش كان يدير صاحبنا؟ أن أهل الجزائر أهل القرآن الكريم. ربي حب يرفع من شأن أهل القرآن وإنه لذكر لك ولقومك. وبالقرآن ربي يرفع من شأنكم ومن قدركم. كي تسمع أشتروا جاي الجزائر، ولكن بتلك اللقطة الناس كلهم كبيرهم وصغيرهم أخصارهم وأبنائهم شاهدوا تلك اللقطة، وتلك اللقطة التي قبلته وقد خضعت وخشعت لكلام الباري سبحانه وتعالى. والذي يلفت الانتباه أن الإمام لما أراد الركوع نزلت الهرة على كتفه، نزلت إلى الأرض وأذنت سبحان الله، يعني حتى لا يتحرج منها هي نزلت والإمام ركع في صلاته ليكمل واجبات الصلاة. أحرص على القرآن، هذه نصيحة. أحرص على تعلمه، على تدبره. ومن الحسنات الطيبة المباركة في هذه البلاد أن نشوف في كل مسجد مدرسة. ماذا تعلم؟ القرآن. وبعد تعليم القرآن يأتي التجويد. الآن من أبنائنا من يحوز في جعبته القراءات العشر ويرتل القرآن ترتيلا ويجوده بأحكامه ويقرأه بأدابه. لأن كاين حاجة نقول عليها، كاين قوانين في كل حاجة. يقول لك القوانين تحكم هذا الأمر. التلاوة اللي يقرأ القرآن كاين قوانين تاع قراءة. من يتنبه لها؟ لما يعرفهاش؟ قالوا الذي قال ما شاء الله عنده صوت شباب، لكن العبارة ليست بالصوت، العبرة بالأحكام. شكون يفقه الأحكام؟ يفقدها ويعرفها من يقرأها، من يتقنها. لما قال ربي ورتل القرآن ترتيلا، جود القرآن تجويدا. والتجويد هو إخراج الحروف من مخرجها وإعطائها حقها ومستحقها من التلاوة. فالآن الحمد لله القراءات والقراء والضبط والعشر و14 والشوام تحفظ الآن في مساجدنا، ويدرس القرآن وتدرس أحكام التلاوة. أحكام التلاوة على القرآن تدرس على خير كبير بحمد الله. وإذا رأيت الأمة تعتني بالقرآن وبأحكامه وبتفسيره وبتعليمه وبتطبيقه وبالعمل به وبنشره والصبر عليه، فاعلم أن الله قد أراد بهذه الأمة خيرا. لا تغفلوا عن هذا الأمر العظيم يرحمكم الله. شجعوا الأبناء، شجعوا البنات، وشجعوا الأزواج، شجعوا الأمهات، شجعوا الكبار والصغار على ماذا؟ على قراءة القرآن وتعلمه. وآخر حادثة أذكرها أن مرة في ولاية من الولايات كنا حاضرين حفل التكريم، وكان الوالي تاع الولاية والسلطات المحلية إلى آخره بدأوا يكرموا في البنات حوالي 18 بنت من السن تاع 12 16 18 20. كي كملوا عطاوهم التكريم جابوا عجوز 85 سنة. بقى لو تنفقوا شوية الحال، ماشي غير البلد بالله، مش عارف أنا رايحين 85 سنة يجودوها وطلعوها إلى المنصة. وش هي هذه على جدتها؟
هذه ما كانت لا تقرأ لا تكتب، زين. راهي تعلمت الكتابة وتعلمت الحروف، زين. ولا تقرأ المصحف، زين. والآن ختمت كتاب الله حفظا. اللي عجبني هي عجبتني لأن 85 سنة وختمت القرآن. السيد الوالي الله يحفظه كان قاعد لما سمع حد تفاجأ، قال ختمت القرآن. قال ختمت القرآن. قال الناس اللي كانت قاعدة في الصف الأول من المسؤولين تاع الدولة، قال لهم لازم كلكم تطلعوا للمنصة إجلالا وإكبارا لهذه المرة اللي دارت لنا هذا الأمر الذي لم نكن ننتظره. 85 سنة. تعرف في عمر الكتاب كان ذاك 20 وهي 85 وهي حفظته وانت ما زال ما بديش تمشي فيه. كي نقول 20 يعني 25 و35 و40 و45 يعني بإمكانك أن تقرأ وأن تحفظ وأن تجود وأن تتعلم وأن تنشر هذا الخير في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يعلم ويحفظ خير ممن لا يعلم ولا يحفظ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولو كان نروحوا لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف نجيبوا الإحصاء، يعطونا الإحصاء على 58 ولاية ترى الأعجاب من أبناء الجزائر ومن بنات الجزائر ممن يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. وشوف الدروس الحكومية في المساجد، شوف ناس ما تقرأ تكتب والآن تعلمت القراءة وتعلمت الكتابة. والله يوفق الجميع. هذا العلم شكون يحرم نفسه من هذا الخير؟ هذا العلم، هذا القرآن، هذا تعلم القراءة وتعلم الكتابة. اقرأ باسم ربك. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. فبداية القراءة كانت بسم الله وستمشي إذا كانت بسم الله على بسم الله سبحانه تبارك وتعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ربنا اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم اعنا على قراءه القران وعلى تعلمه وفهمه وتدبره والعمل به وعلى نشره يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المقبولين في هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم لا تردنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتقبل منا سائر الأعمال الصالحة يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك ومرضاتك. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بيوتنا وأوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أذكركم الله في المطعم القائم هنا في المدرسة وقد مؤخرا زاد العدد وزاد العدد يعني حتى ولينا في جهد جديد. الأيام الأولى انطلقنا من 200 شخص واليوم رانا واقفين على 500 شخص ونحتاج الدعم ونحتاج الإعانة ونحتاج أن يقف معنا الرجال في هذا المشروع بتاع الخير حتى نكمله إن شاء الله أيام هذه الأوقات. هذا خرجنا للفقراء والمساكين واللي هم محتاجين. ربي إن شاء الله عليهم يطعمهم وربي يسقيهم وذلك بفضله ثم بفضل جهودكم أنتم. شكر الله لكم السعي، شكر الله لكم الصدقة، شكر الله لكم المعروف. تكونوا على هذا ولا تكونوا من الغافلين. والحمد لله رب العالمين.